السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير. يا رب يجعل كل أيامكم سعادة وطاعة وتقرب إلى الله. النهاردة هنعمل إيه؟ هنعمل البسبوسة الرائعة. هنقول عوامل النجاح والتسوية وإزاي تطلع مرملة ودايبة وإزاي ما تبص منك إن شاء الله. هنقول كل حاجة في الفيديو ده. إيه بس بعد ما نصلي على أفضل خير خلق الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. معايا نص كيلو دقيق سمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، هحط عليه معلقتين جوز هند وظرفة ملح وأقلبهم تماما. وهجيب بولة وهبدأ اللي أنا أحط فيها كوباية إلا ربع لبن، يعني مج لبن إلا ربع زي ما انتوا شايفين كده، مج لبن، مج سكر إلا ربع، مج سمنة إلا ربع. وهحطهم على نار هادية، وكمان هحط معاهم معلقتين عسل جلوكوز عشان العسل بيساعد البسبوسة تاخد لون موحد، وكمان بيمنع التسكير فمفيد جدا للبسبوسة. المعلقتين العسل جلوكوز بالجرامات حوالي 125 جرام، لانهم معلقتين ممليين شكل ايه زي ما انتوا شايفين كده هرمي. هبدأ احطهم على نار هادية واتأكد ان هم دابوا، ما تعليش النار. اللبن اللي انا مستخدماه لبن جاموسي كامل الدسم، والحمد لله زي ما انتوا شايفين ما خلص لان عاملاه على نار هادية. في حالة تخبيصه هتصفيه بمصفى ناعمة خالص وعادي هتستخدميه. ممكن بديله اللي انت ما تحطيش لبن خالص وتعمليها بمية نفس المقادير. هبدأ انزل بقى على البسبوسة كده وانا متأكدة يعني السائل دوت او الحاجة دي ببدأ يعني دافية ما هي سخنة. هقلب يا دوب، بس أنا بدخل العجينة، بدخل فيها البسبوسة وبتأكد اللي هي متغلفة كويس جدا عشان أنا مش هعجن هنا. أنا ما بعجنش، أنا ببس يا جماعة بالراحة كده، بتأكد اللي هي دخلت في السوائل اللي أنا نزلتها دي. هنا ألاحظ العجينة لا ناشفة شوية، فهزود حبة اللبن اللي أنا شلتهم من الكوباية إلا نص معلقة، يعني خدت مني مج لبن إلا نص معلقة. وهقلبها طبعا لأن دي البسبوسة دوت سايب، وانا كل مره بجيبه من مكان مختلف، فدايما مقدار الثابت كوبايه الا ربع لبن. لو احتجت لبن بحط، اما الثابت معايا دايما وبتطلع مظبوطه كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه، كوبايه الا ربع سكر، يعني كله قد بعض. العجينه زي ما انت شايفه ولا بتبقى ناشفه ولا بتبقى طريه، بتبقى العجينه زي ما انت شايفه كده، بتقدري تشكليها. بدهن الصينيه بالسمنه زي ما انتوا شايفين، وببدا اللي انا اظبطها كده، واجيب مكان البوله اللي كان فيها البسبوسه حبه ميه، وابدا اللي انا اسوي سطحها زي ما انت شايفه. في المرحله دي اصلا قبل ما ابدا اعجن البسبوسه بكون مسخنه الفرن على درجه حراره عاليه، لان اول ما هظبط صينيه البسبوسه هدخلها رف اوسط على درجه حراره 175، وبسيبها تاخد بقى نص ساعه، نص ساعه وخمس دقايق حسب درجه حراره الفرن وحسب ما تاخد معاكي. اول ما تبدا تصفر كده من الجوانب وتبدأ تاخد لون بسيط من فوق، ببدأ أفتح الشواية على الهادي جدا. هنا اللوز طبعا كان متحمص، فتحسي ان المفروض ده اللون أصلا بعد ما يطلع من الفرن، بس عشان هو كان متحمص هيطلع كمان أغمق من كده من الفرن. إيه طبعا الأحسن منه كمان وبديله والموجود في بيوتنا الفول السوداني، وهتطلع رائعة. طبعا قبل ما بحط اللوز أو الفول السوداني بخبط الصينية خبطتين كده، واتاكد ان الصينيه ما شاء الله متساويه. السمنه اللي على الوش دي السمنه عشان انا زودت يعني الصينيه وانا بدهنها من تحت خلاص. والبسبوسه في نص التسويه ببدا ان انا اعمل الشربات. شربات البسبوسه خفيف، يعني مش بعمله مسكر. كوباية سكر بحط عليها مجين مية، يعني مج من دوت سكر عليه مجين مية. السكر اللي أنا مستخدماه سكر ناعم، هحط عليه نص عصرة ليمونة، والنص التاني هعمله شرايح، وهحط معلقة كبيرة عسل جلوكوز وهقلبه، وهرفعه على النار هادية، وهفضل أقلب لغاية ما أتأكد العسل داب والسكر. وبعد كده هسيبه لمدة يا جماعة 8 9 دقايق 10 دقايق بكتيرها، وهطفي عليه. وأنا ما بطفي عليه بحط عليه رشة الفانيليا دي اللي هي الفانيليا السايلة أو اللي أكياس عادي، وبحط كمان معلقة سمنة بلدي، وبحطها على البسبوسة أول ما بتخرج من الفرن. يا دوب بس يعني البقبقة دي بتهدى كده والبسبوسة بتاخد نفسها كده، وابدأ أنزل بالشربات. اللون زي ما انتوا شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله رائع. طبعا الجوانب اللي محمرة سنة دي من السمنة اللي كانت جيت على الوش دي، لأن أنا قلت لكم دهنت الصينية بالزيادة من تحت، يعني اتوصيت. حطيت كمية الشربات كتيرة وقلت البسبوسة هتشربها، وهنا في مرحلة
يعني رفعت الصينية اللي مغطياها وهي بتشرب الشربات عشان اعرفكم اللي هي لسه بتشرب الشربات. هنا كمية الشربات اللي فضلت حوالي نص مج. هنا ما شاء الله بعد ما شربت الشربات تماما اعرف ازاي اللي هي مش محتاجة. بضغط بصباعي بلاقي صباعي بيعلم كمية الشربات تحت ايدي حلوة قوي. البسبوسة طرية، البسبوسة طرية اصلا وانا مخرجاها من الفرن من قبل ما اسقيها، يعني ما نشفتش. عوامل نجاح البسبوسة ما تعجنيهاش، يعني اول حاجه تبوظ البسبوسه اما انت تعجنيها كتير فتحوليها كده اللي انت تشغلي العرق بتاعها. تاني حاجه اللي تكون البسبوسه واخده رطوبه، يعني شاريها من مكان فيه رطوبه، البسبوسه دي واخده رطوبه او انت خزنتيها غلط فخدت رطوبه. تالت حاجه اللي انت بتدخليها على فرن هادي فالبسبوسه عما توصل للون المقامت ده تكون نشفت معاكي وحطبت، ومهما تسقيها شوربه قصدي شربات ما بتشربش الشربات. هنا البسبوسة بعد ساعتين بقطعها دايبة رائعة 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بتدوب كده دوبان في البق. يا رب كل حاجة عملتها تكون نالت إعجابكم وكانت معاكم إيمان زهران. أتمنى لو الفيديو عجبكم لايك حلو الفيديو، كومنت كمان يسعدني، وتفعيل الجرس على الكل، وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. طريقة سهلة جدا ولا بسينا زي ما عملت قبل كده في القناة، كله كده بسهولة. واخدة لون محترم من تحت دايبة ما شاء الله متماسكة. كل المقادير مظبوطة بالجرامات زي ما بيقولوا. اللوز بس اللي متحمص سنة كده لأنه أصلا هو كان متحمص من قبل ما استخدمه فعادي. أما البسبوسة طالعة رائعة دايبة قوامها رائع، اللون بتاعها متكامل من جوه ومن بره. وكمان والله يا جماعة الكاميرا يعني ظلماها، بس الحمد لله أنا يعني النتيجة أنا يعني مرضية بالنسبة لي والحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله. وطبعا الفضل لله من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد هو اللي بيحسن ما بين إيديا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.